السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض سمك. عندنا هنا ده السمك، انا كنت عاملاه من امبارح. يعني انا جبته امبارح وغسلته وتبلته وحطيته في الايه في التلاجة. دلوقتي احنا هنتبله. كل ما بيقعد في التتبيلة اكتر كل ما بيديكي طعم احلى. طبعا احنا عارفين التتبيلة تكون ملح وفلفل وتوم وكمون وليمون وشطة زي ما كل واحد بيحب. ده الليمون ده كنت حاطاه هنا. هنتبله بقى هنا في الدقيق. وطبعا نحطه على زيت حامي. هنحط هنا في الصينية. تبله كويس هنا. في ناس بتحب تحط مع الدقيق ده بقسماط ناعم، بس هو كده حلو. احنا طول عمرنا بنعمله كده. اللي عايزه مثلا يكون بيقرمش ممكن ينشفه شوية وهو بيحمره. طبعا انا لما باجي اعمله بسيب القشر هنا كده. لما باجي اعصر الليمون عليه بيديه طعم برضه كويس. يعني في ناس بتقول ان انت صوتك واطي. معلش ان شاء الله ربنا يسهل وبجيب ميكروفون. السمك السمك غالي وكل حاجة غالية. مش عارفة يعني ما ناكلش مثلا. لا هناكل الحمد لله. بس تعرفين يعني لما تكون حاجة غالية كده الناس تحاول تمشي على قدها. أنا عارفة الناس ماشية على قدها بس تحاول أكتر. يعني ممكن ركبوا محاليل. ما تاكلوش، ركبوا محاليل. مش لازم ناكل. حتى المحاليل هتبقى غالية. خلاص تبلتهم كلهم هما السمك. هغسل ايدي. انا ولعت على الزيت هشوف سخن ولا لا. عندنا هنا الزيت اهو. هنحط بقى السمك. بسم الله الرحمن الرحيم. حط خد الثلاثة. هنسيبه بقى لما شوية كده نقلبه تاني. عندنا ده البصل اللي احنا هنحطه على هنعمل بيه الرز. كوبايتين رز. ده احنا الرز اللي غسلناه ونقعاه على بال ما يخلص. طبعا انا هاخد شوية زيت من اللي انا بقلي بيه السمك. اما يخلص السمك خالص هاخد شوية زيت اعمل بيهم الرز. جربوه هيبقى طعمه حلو. دولت شوية الدقيق اللي فضلوا وانا بتبل السمك. طبعا ده انا بحطهم في كيس لوحده. مش برجعه البطرمان الدقيق تاني، لا. انا بحطه في كيس لوحده وبحطه في التلاجة. لما اجي اعمل سمك تاني بطلعه وبستخدمه. طبعا لازم يتحط في التلاجة لان هيقعد بره عشان فيه ريحة الزفرة. ممكن يخزز وممكن نعمل صوص. حطيت شوية زيت من هنا كده. حطهم هنا على البصل. بسم الله الرحمن الرحيم.
خلاص كفاية. عندنا البصل اهو لسه هيتحمر، انا مش بغمره قوي، انا بخليه مصفر شويه كده، هنا الخمر غامق قوي قوي. هنشوف دلوقتي انا هوصله ازاي مع بعض. بص اللون ده بقى مش هنزود عن كده طبعا، لو احنا لما نحط الميه هتغلي وهتلاقي عامل اتنين بن مع الرز. هنحط الرز ده كده دلوقتي بالميه. حطيت انا عليه هنا الملح والكمون، هنسيبه بقى لما يغلي بعدين نوطي عليه خالص. الرز ده خلاص قرب يتشرب، هنبتدي بقى نحط عليه عين الصغيرة. هنا خلاص خلصنا السمك اهوت، وهنا الرز بص شوفوا بقى، انا بحب لونه كده ما يكونش فيه يعني ما يكونش غامق قوي، يعني كده لونه حلو. هنا ورفنا كان معانا النهارده السمك المقلي او المحمر، ومعاه الرز الصيادية. اتمنى تكون عجبتكم الطريقة ديت وتجربوها، وما تنسوش بقى لايك وشير واشتراك في القناة، وتفضلوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.